السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم مكرونه بشاميل بالكبد الفراخ. وصفه جميله جدا ولذيذه، اتمنى تجربوها وهتعجبكم وهتقولوا لي ايه رايكم فيها في الكومنتات. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا عباره عن ايه. اول حاجه هنا معايا طاسه حاطه فيها شويه زيت وبصلايه كده مقطعاها صغير وشوحتها كويس. شوحتها لحد ما لونها اصفر شويه زي ما انتوا شايفين كده. قعدت اشوح فيها، وطبعا انا كنت حاطه شويه ملح مع البصله. يعني انا بحب لما بشوح البصل بحط رشه ملح بسيطه. وطبعا بقى معايا الكبد الفراخ غسلاها كويس جدا. طبعا غسلاها بميه وملح وخل ودقيق وليمون. طبعا عشان الكبد بتبقى يعني برضو ممكن تكون زفرة شوية، فلازم نعمل لها محلول النقع ده ونسيبها شوية. وبعد كده بقى انا جبت كل الكمية اللي معايا وقطعتها، وبعد كده نزلتهم على البصل. بصوا البصلة اصفرت شوية، بس انا مش عايزاها تصفر قوي، هو يعني يا دوب تصفر حاجات بسيطة. وطبعا بقى على البلانشة قطعت الكبدة كده زي ما انتوا شايفين ونزلتها على البصلة. يعني سبتها في الاول كده، يعني قلبت حاجات بسيطة، سبتها في الاول عشان ما تنزلش ميتها، يعني يا دوب تاخد صدمة من تحت وبعد كده اقلب فيها. وبعد كده لما اخدت صدمة من تحت قعدت بقى اقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين. بجد كبد الفراخ بيبقى طعمها حلو قوي، بالذات بالطريقة دي، جربوها هتعجبكم. وكان معايا شوية فلفل الوان. طبعا انت لو ما عندكيش فلفل الوان عندك فلفل اخضر عادي برضو حطي وهينفع. وشوية بقى بهارات، يعني حطيت شوية من 7 بهارات وحطيت ملح وفلفل اسود وقلبته كويس. وبس كده. وبعد كده بقى في طبق نقلت الكبدة على جنب، وفي نفس الطاسة بتاعت الكبدة اللي عملنا فيها حطيت فيها بقى مكعب زبدة ومعلقتين دقيق. بجد الخطوة دي بتبقى تحفة جدا للبشاميل، بيطعم البشاميل وبيخليه طعمه حلو قوي. يبقى حطيت مكعب زبدة ومعلقتين دقيق وشوحت كويس، يعني حسيت كده ان الدقيق لونه اصفر شوية. بعد كده بقى معايا 3 كوبايات لبن وحطيتهم وقلبت بقى كويس لحد ما القوام بقى متماسك شوية. وحطيت برضو رشة ملح ورشة فلفل اسود. وفي الطواجن بقى يعني حطيت شوية من البشاميل عشان ما يلزقش في الطاجن، وشوية من المكرونة. طبعا المكرونة برضو كنت حطاها في شوية من البشاميل عشان تبقى جوسي كده وحلوة. وحطيت بقى طبقة من الكبدة. بجد يا جماعة جربوه، تحفة جدا بجد، وطعمه حلو قوي. يعني طبعا مش على طول بقى بنعمل مكرونه بشاميل باللحمه المفرومه، جربوها والله بالكبده طعمها حلو قوي. وحطيت بقى كل الطبقات، وحطيت الطبقه الاخيره من البشاميل، وحطيت رشه جبنه موتزاريلا. ودخلتها بقى فرن على درجه حراره 180 واخدت اللون الجميل ده، وطبعا هي مستويه. وبس كده، متنسونيش في اللايك والسبسكرايب، ومع السلامه.